كل آي في الكتاب جواهر، بل كل حرف بالهداية زاخر. فأنر بآي ذكر قلبا مظلما، لو كان أعمى بالكتاب سيبصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصلوات الله وسلامه على سيد المرسلين، بل سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول ربنا تبارك وتعالى في الجزء 23 من سورة الصافات: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وقفوهم إنهم مسؤولون. الخلق كلهم أيها الإخوة يوم القيامة، يوم الحشر والنشر، هم أضعف خلق الله تبارك وتعالى. البشر كلهم هم أضعف خلق الله، أضعف من أضعف مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. يقفون بين يدي الله عز وجل في غاية الضعف والذلة والمهانة بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولا ينجو من ذلك الموقف ويقف مرفوع الرأس عالي الجبين إلا عباد الله الصالحون وأولياؤه المقربون. إذن هنالك وقفة لا بد منها، وهي وقفة صعبة، هي أصعب ما مر على الإنسان في حياته كلها ولو عاش 1000 سنة. تلك الوقفة أصعب من الحياة كلها، لأن نتيجة هذه الوقفة إما إلى جنة يكون العبد خالدا مخلدا في نعيمها أبد الآبدين ودهر الداهرين، وإما إلى عذاب دائم مستطيل مستمر لا ينتهي أبد الآبدين. إذن وقفة صعبة. ثم الشدائد التي تكون في هذه الوقفة هي شدائد بالغة التعقيد لا يتحملها الخلق، هي فوق طاقتهم. هنا يأتي قول الله عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون. والناس في هذه الوقفة يتمنون الخلاص منها ولو إلى النار من شدة العذاب في هذه الوقفة، لكن ليست وقفة لمجرد الوقفة فحسب، بل وقفوهم إنهم مسؤولون. مسؤولون ماذا فعلوا في هذه الحياة الدنيا. وتصوروا يا أيها الإخوة قول ربنا تبارك وتعالى يخاطب عباده: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كل عمل من أعمالنا له نسخة عند رب العالمين. الله تبارك وتعالى استنسخها وجعلها باقية إلى ذلك اليوم يواجه فيها عباده كل عبد ماذا فعل في هذه الحياة الدنيا. وقفوهم إنهم مسؤولون، مسؤولون عن كل حركة وسكنة، عن كل كلمة قالوها، عن كل تصرف تصرفوه، عن كل شؤون هذه الحياة. ولا تتعجبوا من ذلك أيها الإخوة أن يقف الخلق وهم مليارات المليارات من زمن سيدنا آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها، كلهم بلا استثناء يقفون ليسألوا هذا السؤال، بل هذه الأسئلة التي تتعلق بحياتهم كلها. ولذلك نبهنا الله تبارك وتعالى فقال: إن الله سريع الحساب. إن الله سريع الحساب. اطمئنوا، فلا بد من وقفتكم لتواجهوا هذه الأسئلة كلها. ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تزول قدما عبد يوم القيامة، لا تزول قدما عبد يوم القيامة، من ذلك المشهد، من ذلك الوقفة،
حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه. هل أبلى هذا الجسد في طاعات الله تبارك وتعالى أم في معاصيه ومساخطه والعياذ بالله؟ عن عمره فيما أفناه، هذا العمر كل لحظة من لحظات الحياة نحن مسؤولون عنها. وعن جسده فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به. كل معلومة دخلت إلى قلوبنا أو أذهاننا فنحن مسؤولون عنها، ماذا عملنا بها؟ إن كانت خيرا من الخير هل عملنا بها وسارعنا إلى تطبيقها؟ وإن كانت شرا والعياذ بالله هل اجتنبناها وابتعدنا عنها؟ وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وعن ماله كل درهم، كل قرش دخل على العبد المسلم في هذه الحياة الدنيا فلا بد أن يسأله الله تبارك وتعالى عنه، من أين اكتسبه؟ ليس ذلك فحسب، بل وفيما أنفقه. فالعبد المسلم مسؤول عن كل قرش ماله سؤالين: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. المسؤولية عظمى أيها الإخوة بين يدي الله تبارك وتعالى، فلنتهيأ لها ولنستعد لها. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك الموقف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. نسأله سبحانه أن يجعلنا في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف الصعب الهائل الذي قل لا يتحمله بشر، لا فوق طاقة البشر، ومع ذلك يمتحن الله تبارك وتعالى عباده في ذلك الموقف ليجيبوا عن هذه الأسئلة 4 التي تحتوي حياتهم كلها من أولها إلى آخرها. نسأل الله تبارك وتعالى الخلاص والفوز إلى جنات النعيم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كل آية